السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الفيديو الرابع من سلسلة تحديات فكرة غرزة في 5 دقايق. ازاي تعملي بلوفر زي ده بغرزة سهلة وبسيطة جدا شبه التريكو شوية، وكمان ما شاء الله النتيجة كانت كويسة. الخيط اللي انا استخدمته هو خيط ستوك، سمكه سميك شوية مش رفيع. بدأت اعمل سلسلة عشان ابدأ شغل في صدر البلوفر. عملت عدد من السلاسل وبعد كده عملت سلسلة ارتفاع، وهبدأ اشتغل السطر الاول. هلف كده الشغل وبعدين هدخل في ظهر السلسلة واعمل غرزة حشو تاني. انا بدخل في الحلقة الخلفية كده وبسحب الخيط، بقى معايا 2 على الابرة واطلع منهم واعمل غرزة حشو. ده السطر الاول عبارة عن غرزة حشو في الحلقة الخلفية. ارتفعت غرزة سلسلة وبرضو هشتغل في الحلقة الخلفية غرزة حشو، مجرد ان انا بدخل كده في حرف الفي في الحلقة الخلفية واعمل غرزة حشو. هعمل عدد من السطور وهو ده الارتفاع بتاعي عشان اكون الجزء الاول اللي هو صدر البلوفر بتاعي. هنا عملت الصدر وجيت عند الجزء ده عملت تناقص علشان اعمل عدد سطور اقل من السطور اللي تحت عشان يطلع لي الحردة اللي انتوا شايفينها دي بتاعة الرقبة. ده الظهر عملته عبارة عن قطعة مربعة او مستطيلة، يعني بدون اي حردة فيها، الجزء بس ده هو اللي محرود. ده الجزء الاول من الصدر وده الجزء التاني علشان اطلع الفي بتاع الرقبة اللي انتوا شايفينها دي اللي هو الجزء ده. عشان بقى تعمليه لأي سن تقدري تشوفي الفيديو الأصلي بتاعه عشان هو فيه توضيح أكتر من الاختصار اللي احنا عاملينه. دي الأسورة بتاعة الكم، أنا عملتها وحبيت قوي فكرة إن أنا أعملها بلونين، طلع شكلها جميل وموجودة زي ما انتوا شايفين الفيديوهات تحت بعضيها لكل جزء في البلوفر ازاي تعمليه. بدأت أشتغل على الأسورة واعمل السطر الأول اللي هشتغل عليه بعد كده غرزة الحشو في الحلقة الخلفية. مجرد ان انا بدخل كده واعمل في كل غرزة هتقابلني هعمل فيها 2 غرزة حشو. اشتغلت عدد السطور زي ما انتوا شايفين غرزة حشو في الحلقة الخلفية. عملت الكم الاول وكمان الكم التاني، حبيت اعمل فيه سطر كده لون. بعد كده جمعت الاجزاء مع بعض، مجرد ان انا بحط كده الجزء ده مع الظهر علشان اشتغل بإبرة التنظيف واثبت القطعتين مع بعض. اشد كده الخيط وبعدين ابدأ اخيط الجزئين دول مع بعض، باخد حلقة من الجزء ده مع حلقة من الظهر. وده شكل الغرزة بعد ما شبكتهم مع بعض. جبت بقى الكمام هحضرها وابدأ اثبتها مع بعض مع الجسم البلوفر. بدأت حطيتها كده وبعدين باستخدام برضو إبرة التنظيف هبدأ اثبتها كده. خلاص انا ثبت الكمام، هبدأ اثبت هنا الكم من تحت وكمان الجناب. خلصت وهبدأ اعمل الغرزة بتاعة او الاستك او الكمر بتاع البلوفر. خلاص ببدأ اعمل كده سلسلة ارتفاع وادخل في كل حلقة واعمل غرزة حشو واثبت في جسم البلوفر باتنين منزلقة زي ما اتعودنا وعملناها في كل الفيديوهات اللي فاتت. وبعد كده ابدأ اشتغل الكمر بتاعي. حبيت ادخل معاه لون مختلف برضو علشان يبقى زي الاسورة بتاعة الكم. برضو التفاصيل بالعدد، عملت قد ايه كام سلسلة واشتغلت ازاي وثبت ازاي والاماكن اللي ثبت فيها كلها موجودة برضو في الفيديوهات اللي على القناة، اللي هتلاقوا برضو اللينك بتاعها في صندوق الوصف. هسيب لكم كل الفيديوهات دي، ازاي طريقة الزونت وازاي الاسورة وازاي كمان عملت الكمر بالتفصيل وكمان الاماكن اللي انا ثبت فيها الشغل. كده الكمر بعد ما خلص شكله جميل وعجبني فكرة ان انا دخلت لون، ولو عايزة تعمليه سادة وممكن كمان تعمليه بكذا لون يعني لو البلوفر لسن اكبر. ده الزونت، انا حددت كده المنتصف علشان ابدأ اقفله. والزونت طريقته سهلة جدا، يعني هو بس مجرد ان انتي بتتنيه كده وتبدأي تخيطيه. وبعد كده عملت له جزء شبه الاسورة او الكمر بتاع البلوفر يعني. وبرضو الزونت ليه فيديو يعني مخصص ليه ازاي تعمليه وازاي تعمليه بالظبط بالمقاسات لغاية ما شكله كده زي ما انتوا شايفين. هبدأ اثبته في البلوفر. حبيت قوي الجيب ده كمان عملته بطريقة يعني سهلة وبرضو موجودة على القناة. ثبته في البلوفر
بالخياطة عادية خالص. كمان البادج ده انا اشتريته، وكمان الاكسسوارات دي انا بحبها بصراحة، بتودي القطعة في حتة تانية خالص. السوستة بقى، ركبت سوستة للبلوفر، جبت سوستة زي ما انتوا شايفين كده وقصيتها على المقاس بتاع البلوفر، وبعد كده اشتغلت عليها بالخيط زي خياطة سراجة عادية خالص، وبدأت اثبتها في الجزء بتاع البلوفر. مجرد ان انا بدخل في خياطة يعني السراجة من هنا مع غرزة او حرف في من البلوفر، وبس كده بقى عندي بلوفر جاهز ما شاء الله. تفاصيله حلوة وجميلة. ازاي تعمليه وازاي تعملي الاسورة دي وازاي كمان تعملي الزوم، كل ده موجود على القناة، وهسيب لكم لينك الفيديوهات في صندوق الوصف.